انا لما رحت قطر مع بعثه منتخب مصر لما كانت بتلعب مباراه وديه في قطر، اكبر واحد عرض عليه مبلغ من الجزيره اللي كانت هتتحول بعد اسبوعين ثلاثه الى بين سبورت من احد المصريين العاملين هناك المسؤول عن التعاقدات. قلت له استاذ علي بحترمك وبشكرك، لكن انا زي السمك الميه بتاعتي هي مصر. كذب. وانا لما هروح كذب، دي كذب. اسكت بدل سجلها. لا كده مرمي بالبتاع دي في وشك. والله يا جماعه، والله يا جماعه كده والله العظيم يا استاذ والله يا جماعه كده لا في حد هيتفق معاك تعلق. بص يا استاذ وائل، ولا حد هيتفق معاك تعلق. استنى بس، اقسم لك بجلال الله عز وجل. هيقولوا ازاي ناس استنى بس اسمع بس كلام. انت ماشي كويس انا خلاص. جيت لك احتراما ليك. طيب خليه لما يقول كذب، ما انت بتقول كذب، ما انت بتتهمه بالكذب. سيره زوجتي على فكره او ابنائي. لا يمشي هو ما جابش. لا اللي يقول لك انا طلبت زوجتي دلوقتي ليه؟ اللي يقول لك زوجتي في الزوجه والبيت، اللي يقول لك زوجتي وابنائي ليه بقى؟ طلبوا. انا طلب اسكت انت تسمع انت لو سمحت انت. لا هو اسمع لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. بس ياخد الحق صنعة وايه والاصول، وانت دخلت السيمه بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذه يعني اللي انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الاصول؟